السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مطبخ هبة الغياتي، وان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض البط المشوي الجميل اللي انتوا شايفينه التحفة ده. هندخل مع بعض وهنقول ازاي عملنا البط المشوي بطريقة المطاعم. طبعا اكيد فكرة البط المشوي دي فكرة اكبر المطاعم، جبتها لكم من قلب المطعم لان ده شغل طبعا زي ما انتوا عارفين بكل الاسرار والتكات وطريقة نجاحها وازاي تطلع معاكي مستوية وجميلة. وزي ما انت شايفة كده اللحم بتاعها دايب وجميل جدا جدا جدا. زي ما انتوا شايفين اللحم احنا بنقطعه دايب خالص وطالع كده وجميل ولونه جميل من جوه. كل ده هنقوله، بس اهم خطوة قبل ما ندخل في الفيديو هنعمل محلول النقع بتاعنا لمدة ليلة اقل حاجة او ليلتين، وهو عبارة عن 2 لتر من المية، نص كوباية ملح، نص كوباية سكر، نص كوباية خل، وعصرة ليمونة تمام، وفلفل حصى. هننقعه مع بعض ليلة وهندخل دلوقتي او ليلتين وهنشوف باقي طريقة البط بتاعنا والتتبيلة الجميلة بتاعتنا. اول حاجة في التتبيلة وديت خطوة اختيارية، هو يفضل طبعا عشان يبقى نفس المطاعم ربع كوباية عصير ليمون او برتقان، بس المطاعم بيعملوه بالبرتقان، وربع كوباية مية وربع كوباية خل ابيض. خلاص يبقى ربع كوباية ربع كوباية ربع كوباية عصير برتقان او ليمون، مية، خل، والبهار بتاعنا على طول موحد ومعروف. هو هنا هنحط معلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة كبيرة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من بهار اللحمة ومعلقة كبيرة ملح. والخطوة الجميلة وما تستغربيش اللي انا بعملها دي، معلقة عسل النحل، اوعي تستغربي مش هيبان خالص، معلقة صويا صوص اختيارية، ومعلقة برضو دبس رمان اختيارية. الحاجات ديت لو ما عملتش هتطلع جميلة، بس لو عايزة تعمليها بنفس طريقة المطاعم وبتستغربي ليه بناكلوه بالسر الجميل ده، انا جبتلك بالظبط الطريقة. خلاص هدوب كل ده عشان طبعا العسل النحل ودبس الرمان بيبقى تقيل. ربع كوبايه الميه يا ريت تبقى دافيه عشان تدوب عسل النحل معانا ودبس الرمان على طول. وعلى طول هاخد التتبيله بتاعتي الجميله ديت وهحطها على البطه بتاعتي، انا غسلاها، واخد البطه بتاعتي طريقتها برضو الجميله بعد ما نضفها واخليها 100 كده، واعيد عليها لو الراجل عاملها لي بعيد عليها ببيتي واغسلها، بدلها تشويحه على النار وهي نيه، بتبقى اجمل واجمل واجمل. لو في اي حاجه صغيره فيها او من ريش او كده بتطلع. خلاص احنا كده هناخدها ليله كامله في التتبيله، مش اقل من 6 ساعات، ليله كامله ولا اقل حاجه 6 ساعات. خلاص هناخدها وهنوديها على رف التلاجة. طبعا انا كده بعد ليله كامله، على فكره انا كنت بقلبها، يعني اول ما صحيت من النوم قلبتها في التقليب وسبتها لحد ما جيت عملت الاكل. خلاص لو انتوا شايفين ما شاء الله انا مقلباها على كذا ناحيه كده. عايزه صينيه معايا، صينيه الومنيوم، اي صينيه عادي قديمه عندك عادي او جديده، بس اهم حاجه تحطي ورق الومنيوم. الخطوه دي جميله جدا، هتشيلي الورق بكل اللي فيه في الاخر مش هتلاقي فيها اي حاجه. خلاص هنحط بقى البوكيه جرنيه بتاعنا اللي هو عباره عن بصل وجزر وورق لوري، وهنحط فلفل حصى، وطبعا الملح بتاعنا هنحطه. خلاص لو في كرفس هيبقى جميل جدا جدا جدا. خلاص هنحط كل الحاجه ديت. انا طبعا بسيب عشان عايزه شويه بصل كده صغير، وهقول لكم برده هنعمل بيه ايه. وهنا الملح بتاعنا، واهم حاجه نحط الميه تكون مغليه عشان اول ما يدخل الفرن على طول يبقى ايه، يغلي معانا ما يغيبش ويبقى جميل جدا. جبت الشبكه دي، شبكه عادي خالص بتتباع عند اي حد من مستلزمات المنزليه ب 15 جنيه، مش غاليه، بس تعملها كده في البط. حطيت البطه بتاعتنا، اي شبكه عادي يا جماعه، لو شبكه بوتاجازك صغيره ممكن تطلعها وتحطيها عليها. خلاص وهغطيها دلوقتي. طبعا حطيت باقي الخلطه بتاعتنا هنا جوه البطه. ايه هنا البصل بتاعنا الصغير ده، او لو قطع بصل انا حطيتها كده. والحاجه اللي انا هعملها معاكم، ودي حاجه طبعا برضو هنقول تاني دي هتكون اختياريه، وهي برتقانايه، وهنقطعها حاجه بسيطه كده ونحطها في قلب البطه عشان تنزل صوص جميل جدا جدا جدا. وهبدا اقفل. خطوه البرتقانه دي برضو زي عصير البرتقان اختياريه، بس انا جايبه لكم الوصفه على اصولها. خلاص انا كده كان عنديش خلل صغيره، جبت خله شطوط وقطعتها وبدات اقفل بيها زي ما انتم شايفين كده من جميع الجهات، وجبت الجناح بتاعها وقفلته برضو عشان يبقى الحاجه ايه كلها سوا واحد كده، ما تبقاش طالعه عن النار ومش مستويه كويس. خلاص انا كده ظبطت البطه بتاعتي كده جاهزه على طول. هنحط على طول معانا ورق الزبده فوق البطه ده. طبعا يا جماعه عشان عارفين الورق
الالومنيوم ده مش بيبقى صحي، فلازم عازل كده من ورق الزبده الابيض، وبعد كده هنقفل كويس بورق الالومنيوم. دي خطوه جميله جدا هتكتم البخار بشويه الخليط البسيط اللي احنا عملناه، حوالي كوبايتين ميه وبقيه الصوص اللي نزل من البطه، هيسوي لنا البطه وهتبقى جميله. طب بتاخد قد ايه؟ بتاخد حوالي من ساعه ونص لو البطه كبيره زي بطتي كده لساعتين. احنا بنخلي النار متوسطه، وهنحط الصينيه تحت، مش هنحطها رف اوسط ولا حاجه، عشان هي منها للنار على طول، لان ده في عازل بين البطه. البطه خلاص استوت، خدت معايا حوالي ساعتين الا ربع، لان بطتي ما شاء الله كبيره. ماشي. خليط التلميع بتاعنا هنا اللي انا عملته ده عباره عن ايه؟ معلقه صلصه، ومعلقه كده من دبس الرمان، ومعلقه من الزيت. وبدات المع البطه بتاعتي. طبعا انا عملت الخطوه ديت عشان انا جبت لكم مره عشان ما اطولش عليكم. عملت الخطوه ديت طبعا اكتر من مره، يعني دخلتها كده الفرن وبعد كده طلعتها تاني وقلبتها على الوش التاني وحمرتها بنفس الطريقه. عشان ما اطولش عليكم انا عرفت لكم كده المراحل اللي هنعملها في مره واحده. خلاص. طلعت البطه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، جميله جدا 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 جدا. ومش عايزه اقول لكم الريحه كانت عامله ايه في بيتك، ولا اجدعها مطعم ولا اجدعها حاتي. بطه مشويه طعم بخلطه جميله، ومش هنقول سريه لان خلاص جبت لكم السر بتاعها. هبدا بقى هقدمها برده زي ما بتبقى في المطاعم. هجيب من الورق اللي كان عندي في الصينيه عادي كده، خدت الحتت النظيفه اللي طالعه بره الصينيه عشان برده ما هقدرش ورق، وجبت كده ايه وبدات ان انا احط كده عند رجليها زي ما بناكلها بالظبط في المطعم. خلاص. البطه بتاعتنا جميله جدا جدا. الحتت اللي عامله صوص جميله ومغمقه ديت كانت اجمل حاجه في البطه. طبعا جرنشتك عيش ببيتك، اي حاجه، برتقان، جزر، خيار، طماطم، بس فلفل، اي حاجه عندك موجوده في بيتك. هتبداي تعملي اشكال صغيره، مفيش خالص. هتجيبي برتقانيه وتقطعيها شرايح كده وتقدميها كل الطبق بالشرايح. المهم زي ما اتفقنا واللي احنا متفقين عليه دايما، ان العين بتاكل قبل البق. اهم حاجه حسس ولادنا احنا في بيتنا بس بناكل اكل مطاعم ومش محرومين من حاجه خالص. يا رب كده الوصفه بتاعتي النهارده البط المشوي بتاعنا ينول اعجابكم، وتكتبوا لي في كومنتاتكم الجميله اللي انا بستناها طبعا ايه رايكم في البط بعد ما تجربوه ان شاء الله. وانا واثقه 100% ان شاء الله انه هينول اعجابكم. اتمنى يا رب كده اللي يدخل لاول مره عندي يفعل جرس التنبيه بعد ما يشترك طبعا عشان يوصله اي اشعار مني، ويا ريت اللايك لان هو اللي بيرفع من الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.